كندا قررت تطبق الفيزا الرقمية لأول مرة في العالم، والمفاجأة بدأت بالمغرب. كندا تبدأ مع المغرب تجربة نظام التأشيرة الرقمية الجديد. السؤال مطروح، علاش اختارت المغرب بالضبط؟ وشنو اللي غادي يتبدل في السفر ديال المغاربه تجاه كندا؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في هذه الحلقه. بغيتك تكبر الشاشه وتبقى معايا حتى الاخر، غادي نشرحوا كلشي بلي ديتاي. واش هي غير شكل جديد ديال الفيزات، ولا هي خطوه غادي تبدل طريقه السفر المغاربه في اتجاه كندا؟ ما تمشي فين، خليك معنا في هذا الفيديو. غادي نبارطاجي معاك اشنو هي الفيزا الرقميه، وعلاش كندا اختارت المغرب بالضبط، وشكون اللي يقدر يستافد من الفيزا الرقميه، وشنو الفرق بينها وبين الكترونيك ترافل اوثورايزيشن. فإذا كنت كتفكر تسافر لكندا او لا باغي غير تعرف معلومات على السفر لكندا، فهذا الفيديو مهم ليك بزاف. ما تمشي فين، خليك معايا للنهايه حيت اللي جاي غادي يفاجئك بزاف. دابا خلينا ندخلوا في الموضوع مباشره. اشنو هي التاشيره الرقميه؟ بكل بساطه التاشيره الرقميه هي واحد الفيزا بلا ورق، ما كاين لا ستيكر كيتلصق في الباسبور ولا فيزا كتشدها بيديك، كلشي كيكون رقمي مخزن في السيستم ومربوط مباشره بجواز السفر ديالك. يعني ملي كتطلب الفيزا وكتقبل، المعلومات ديالك كاملين كيتخزنوا في واحد الداتا في واحد السيرفور كندي، ومن بعد ملي كتبغي تسافر، ملي كتبغي تدخل في المطار، غير كتعطيهم الباسبور ديالك والمعلومات ديالك الشخصيه كامله متعلقه بالفيزا غادي تطلع لهم في السيستم اللي مخزن في الداتا اللي كتكون محميه بطبيعه الحال. من قبل كان خصك تمشي للقنصليه وتصيفط الباسبور ديالك عبر البريد وتسنى ايام واسابيع باش توصل بالرد ديال القبول او الرفض. اما دابا ولا كلشي اونلاين، كدير طلب كيتطريطه في السيستم، موافقه، كتسافر. علاش السيستم مزيان؟ لانه كيوفر عليك الوقت والمجهود والمصاريف، وكيعطي امان اكثر، مراقبه احسن، وراحه اثناء السفر. كندا دارت هذا النظام ماشي غير باش تسهل العمليه ديال السفر وصافي، وانما باش تحمي الحدود ديالها وتكون مامنه بطريقه اكثر تحكما عن طريق السيستم. وحاليا التاشيره الرقميه ما متاحاش لاي واحد، لانه مشروع تجريبي وكيطبق على بعض المسافرين اللي كيتميزوا بشي حويجات اللي غادي نذكروهم. ولكن بما ان المغرب داخل في التجربه هذه، فراه غتكون واحد خطوه كبيره لقدام ان شاء الله. ودابا السؤال اللي كيطرح راسو، علاش كندا بالضبط اختارت المغرب باش تقوم بهذه التجربه هذه؟ الجواب سيدي بسيط ولكنه عميق في نفس الوقت. راه ماشي صدفه داكشي. كندا قبل ما تطلق اي نظام خصها واحد البلد يكون عنده مسافرين بزاف، يعني الناس كيسافروا بزاف ولكن بنسبه مشاكل قليله وكيرجعوا في الوقت. والمغاربه اللي كيسافروا لكندا معروفين بالانضباط ديالهم، داكشي اللي عطاهم الثقه في المغرب باش يختاروه كبلد تجريبي لهذا السيستم هذا. والحاجه الثانيه العلاقه القويه والشراكه ديال المغرب مع كندا. كندا والمغرب ماشي غير جوج بلدان وصافي، كاين بيناتهم تعاون اقتصادي، كاينين الاف ديال الطلبه المغاربه اللي كيقراو في كندا، وبزاف ديال الشركات كنديه اللي خدامين في المغرب. يعني العلاقه مبنيه منذ سنوات، وهذه التجربه جايه غير تكمل داك الشراكه. والحاجه الثالثه هي ان المغرب واجد رقميا. باش تنجح التجربه الرقميه خاصنا الباسبور بيومتري، وخصنا انظمه حديثه ومواطنين يكونوا متعودين على هذه الرقمنه هذه. وبالنسبه للمغرب راه عنده كل شيء، هادشي اللي قلنا، يعني حنا واجدين تقنيا لهذا الشيء هذا. والحاجه الرابعه هي ان التجربه بغاتها كندا تكون مراقبه ومتحكم فيها، خصها واحد العدد يكون معقول وسهل في التحكم وسهل التتبع ديالو، وحتى الا بانوا شي اخطاء يكون قادرين يعالجوهم بكل سهوله. والمغرب مناسب بزاف هذه المرحله. واختيار المغرب كيوصل واحد الرساله للعالم بان المغرب ولا بلد موثوق ومتقدم وشريك الديجيتال. ورساله اخرى للمغاربه هو ان السفر في المستقبل غادي يولي اسهل مع هذا النظام الرقمي. السؤال اللي كيطرح راسه، واش التاشيره الرقميه اللي هي الديجيتال نورمال فيزا هي نفسها ايطا الكترونيك ترافل اوثورايزيشن؟ هو صراحه بيناتهم واحد الفرق كبير بزاف. بالنسبه لايطا او الكترونيك اوثورايزيشن هو واحد التاشيره كتسمح لك تمشي كسائح ولا ترانزيتير، والمده ديالها كتكون لمده 6 شهور فقط، ما كتسمحلكش بالخدمه وما كتسمحلكش بالاقامه الطويله، هي فقط زيارات سياحيه قصيره ولقاءات قصيره. اما ديجيتال نورمال فيزا التاشيره الرقميه كتسمح لك تعيش في كندا وتخدم عن بعد مع شركات عالميه خارج كندا، والمده ديالها كتكون غالبا اكثر من 6 شهور على حسب التجديد. كتكون الخدمه عن بعد مسموح بها، كتكون الاقامه، وكتكون موجهه بالضبط للفريلانسر صناع المحتوى
المبرمجين، المصممين، الناس كيدخلوا العاقه اونلاين، يعني هادو كيستافدوا من هاد التاشيره الرقميه. وإذا وصلتي حتى لهنا انا عارفك من المتابعين الاوفياء، ما تنساش تبارطاجي الفيديو وتكتب لنا في التعليق شنو رايك في هاد الفيزا الرقميه. كان هذا الجزء الاول من موضوع الفيزا الرقميه، نتلاقاو في الجزء الثاني. السلام عليكم.